سلام. اليوم جيت نشارك معكم الشفنج. هنايا اللي كيعشق الشفنج يبان. جبت لكم طريقه اللي غينجح معكم الشفنج 100%، واخا تكون اول مره غتجربيه. هنايا خديت زلافه ديال الدقيق الابيض، يعني دقيق فورس يكون دقيق ممتاز. خديت عاشق كبير ديال الخميره ديال الخبز، شويه ديال سنيده، نص معلقه ملح. هنا السنيده يمكن تضيفوا معلقه صغيره ديال السنيده مع نص معلقه ديال الملح. السنيده بطبيعه الحال لانها كتعطينا داك اللون الاحمر، كتساعدنا انه كيذهب الشفنج. كنعجن العجينه بالماء يكون دافي، والعجينه خاصها تكون بطبيعه الحال مطلوقه كتلتصق في اليد. كيف ما لاحظتوا ضروري تخليوها مطلوقه لو بغيتو الشفنج ينجح معاكم. كنغطيها كنخليها تختمر. من بعد ما كتختمر واحد نص ساعه كنعاود نجي وكنفزق ايديا بالماء وكنعاود نضرب ديك العجينه عاود ثاني تنحيد منها كاع هذيك الفقاعات ديال الخميره اللي اختمرت من قبل. صافي وكنعاود نغطيها وكنخليها ترتاح. ملي العجينه كتبان ليا ارتاحت مزيان وكيضاعف الحجم ديالها، ديك الساعه عاد كنجي نخدمها. حتى هنايا بالنسبه للناس اللي عمرهم ما صايبوا الشفنج غيصدق ليهم من اول مره، كونوا اكيدين. هنا من بعد ما ارتاحت ليا العجينه وضاعف الحجم ديالها كنفزق ايديا بالزيت وكناخذ العجينه وكنقرصها وكندير واحد الكرات لي صغار. هي عجيكم شويه فيها صعوبه كتلتصق شويه في اليد، ضروري دهنوا يديكم بالزيت ولكن وسعوا شويه خاطركم معاها وغيصدق لكم ان شاء الله الشفنج. كندهن الطبسيل بالزيت وكنوضع في ديك الكره ديال الشفنج. لاحظوا كتلتصق العجين. هنايا درت جوج مقلات. المقله الاولى كندير فيها غير 3 معالق ديال الزيت، يعني ما يكونش عامر الزيت. والمقله الثانيه اولا شي كاسرونه تكون غارقه من الافضل، باش هكا يتجمع لنا الزيت في بلاصه واحده وما نضيعوش الزيت في نفس الوقت. انا خديت غير واحد الكاسرونه ودرت فيها الزيت باش هكذا من ندير الشفنجه تغطس ليا كامله في الزيت. لاحظوا المقله الاولى كنقص البوطه كندير فيها 3 معالق ديال الزيت، كنضع فيها الشفنجه ديالي. ملي كياخذ واحد اللوين شويه من التحت كنعاود ندير الشفنجه في الكاسرونه اللي فيها الزيت بزاف. كناخذ واحد المعلقه كنكب عليها الزيت من الفوق. ما حدني انا كنكب في الزيت من الفوق وهي كتنتفخ كيف ما كيبين لكم الفيديو. تبارك الله ما شاء الله كيجي شفنج صراحه غزال. يعني اش غنقول لكم، انا بعدا هذه ثاني مره كنصايبو كيصدق معايا الشفنج، كيجي زوين وكيجي غزال صراحه. عفوا شويه ضاربني البرد ولكن ماشي مشكل. صافي كناخذ شي كسكاس اولا شي حاجه فاش يتسكر ليا الشفنج اولا شي ورق نشاف كنحطو فيه حتى نسالي الكميه اللي عندي. ضروري ديروا هاد الطريقه، ضروري المقله الاولى يكون فيها غير شويه ديال الزيت والمقله الثانيه تكون فيها شويه الزيت عامره. صافي كنقلب ملي كيتحمر من الجهه التحتانيه كنعقب نقلبو من الجهه الاخرى حتى ياخذ داك اللون الذهبي كيف ما معروفين. وحنا المغاربه حنا عشاق الشفنج، لابد ما كنتشهاو الشفنج، ما كاينش ما كيتشهاش. شوف تبارك الله كتيجي فيه فقاعات وصراحه كيجي غزال صراحه، احسن من ديال الزنقه ألف درجه. حنا عارفين زيت يعني مستعملين مره واحده مقلي مزوين، عارفين شنو فيه. صافي تنستمر في الكميه اللي كنكمل الكميه اللي عندي. عفوا ما قاداش نهضر، الله يشافينا ويشافيكم شويه الرواح. من بعد ما كنستمر في القلي كنوضعو في داك الكسكاس يتسقطر وتنقدموه مع كاس ديال اتاي كيف متعاودين حنايا المغاربه بطبيعه الحال. لاحظوا هنايا شوفوا كي تيجي